الإمام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. شعبة كان له ولد تعبه في حياته جدا، ما كانش بتاع، يقول له يا ابني روح اقعد في جلسة الشيخ. يقول له لا، عاوز ألعب بالحمام. يقول له سميت ابني سعدا، كان اسمه سعد بن شعبة. سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. يعني هي إيه؟ عادة الآباء كل طول عمرهم حتى من أيام الصحابة والتابعين وأهل الحديث العظام بيشتكوا عيالهم. سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. ومرة قال له روح يا ابني اشتري لي حبل غسيل. قال له طوله قد إيه؟ قال له 10 أذرع. قال له طب عرضه قد إيه؟ قال له في عرض مصبت فيه. هو الحبل عريض؟ دي كاتبها في مقالة ليا تحت عنوان أولاد العلماء، منشورة على النت من زمان، مش على الصفحة بس كمان.